اهلا وسهلا بيكم تاني. النهارده هنتكلم عن موضوع بيحلم بيه ناس كتير، ازاي احمل في توأم. هل في طرق طبيعيه ولا لازم تدخل طبي؟ يلا بينا نعرف الاجابه مع بعض. اولا، هل في طرق طبيعيه تزيد فرص التوائم؟ في عوامل طبيعيه بتزيد الفرصه شويه زي الوراثه. هل لو في توأم في عيله والدتك خصوصا بيكون الفرصه اعلى؟ السن، السيدات اللي فوق 35 سنه بيكون عندهم فرصه في حمل التوائم لان هرمونات التبويض بتكون غير ثابته وممكن يحصل التبويض باكتر من بويضه. الوزن، احصائيا اللي عندهم وزن زايد بيكون عندهم فرصه اعلى ان هم يحملوا في توأم. عدد مرات الحمل السابق في توأم، لو حملت قبل كده في توأم احتمال يحصل حمل في توأم بعد كده. هل في اكل معين بيساعد؟ المعتقدات الشعبيه اللي بتقول ان الاكل الغني باللبن بيزود الفرصه مفيش دليل علمي على ده. هل في طرق طبيه تحت اشراف الدكتور؟ ممكن ادويه التنشيط اللي هو التبويض، ممكن الادويه دي بتؤدي الى تحفيز المبيض ويطلع اكتر من بويضه وبتزيد فرص التوأم بشكل كبير. حقن الخصوبه اقوى من الادويه، بتستخدم في حالات تاخر الحمل والحقن المجهري. الحقن المجهري نفسه لان في الحقن المجهري الدكتور بيزرع اكتر من جنين جوه الرحم وده بيزيد من فرص الحمل وبيزيد فرص حمل التوائم. لكن خليكي حذره، الحمل في توأم بيعتبر حمل عالي الخطوره وممكن يسبب ولاده مبكره وارتفاع في ضغط الدم وسكر حمل ونزيف. ما تبصيش للموضوع من جانب ان التوأم احلى، ده مسؤوليه كبيره. الخلاصه كلم الدكتور الاول، هو اللي هيعرف معاكي ويعرف الانسب لصحتك وحالتك. وما تنسيش ان ربنا هو الرزاق والواحد بيدعي ويستخير. التوأم نعمه كبيره لكن الحمل المفرد نعمه وامان اكتر. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشيروه لحد ممكن يكون محتاج المعلومه دي، واكتبوا لنا في الكومنتات رايكم.